السلام عليكم حبايبي، يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم وصفة كتير مميزة، واللي هي كيكة البرتقال مع صوص البرتقال. وهي المكونات. أنا عندي هون كاستين كبار برتقال عاصرتهم ومصفيتهم بنخلة مصفاية منخل، وعندي هون كاستين ونص كبار طحين منخول، وعندي كاسة ونص كبيرة سكر، وعندي هون تقريبا 3/4 كاسة زيت مازولا، ومعلقتين كبار لبن رايب، ومعلقة كبيرة خل أبيض، ومعلقتين كبار زبدة، وأربع بيضات بحرارة المطبخ، وعندي هون برشة ليمونة كاملة، وعندي هون برشة بردقان تنتين بردقانتين مبروشين، وعندي للصوص معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار نشا. وانا هون بدي اخذ كاسة كبيرة بردقان للصوص، وعندي هون باكيت فانيلا وباكنج بودر. ومنروح للتحضير حبايبي. هلا اول شي بدنا نحط البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، والسكر. بدنا نحرك لحتى يصير الخليط لونه ابيض. لهيك صار لونه ابيض للخليط. هلا بدي احط السوائل، الخل، اللبن، والزبدة، وبرشة بردقانة ونص ليمونة قسمتهم بالنص أنا للصوص للكيك. بسم الله. والزيت، هلا بدي انزل البرتقال، بسم الله الرحمن الرحيم، وظرف الفانيلا والبيكنج باودر. نرجع نلخفه. هلا بدنا ننزل الطحين، هلا هيك صار جاهز. شايفين كيف سماكته؟ هيك لازم يكون. هلا بدنا نحطه بالقالب. هلا انا جبت القالب، بدي ادهنه بالزبده. هلا هيك بدنا ننزل الخليط كله بالقالب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك القالب صار جاهز، بدي احطه بالفرن. انا مشغله الفرن الي ربع ساعه على 180 درجه، بدي احطه بالنص تقريبا شي 3/4 ساعه. هلا بدي احط البردقان، كاسه البردقان، ومعلقتين السكر، معلقتين النشا، وبرشة البردقانة والليمون. هلا بدنا نحرك. هلا بنضل عم نحرك لحتى يغلي. هلا هيك الكيك صار جاهز، طلعته من الفرن، ضل بالفرن 3/4 ساعة على الضبط. شايفين كيف؟ هلا بدي اقلبه. هلا بدنا نحط عليه الصوص اللي عملناه، صوص البردقان. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك صار الكيك جاهز، كيك البرتقال. شايفين كيف؟ ما شاء الله، المنظر والطعمة والريحة ولا أطيب.
بتمنى منكم حبايبي تدعموني باللايك والشير والكبس على الجرس لحتى يصلكم مني كل شي جديد. باي باي.